السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا بقى النهاردة يوم جديد وروتين جديد. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. وعايزاكم قبل ما نبدأ الفيديو تحطوا اللايك وتكتبوا كومنت حلو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس. اول حاجة بقى عايزة اقول لكم ان انا البنات بتخليني اصحى بدري. فكل حاجة بتخلص في اول النهار، والنهار اصلا طويل جدا، بنفضل قاعدين طول اليوم مش عارفين نعمل ايه. المهم بقى انا لبست البنات ووديتهم الحضانة وجوزي راح الشغل، ودخلت كده على على مطبخ حماتي. لقيت فيه طبقين بتوع الفطار وكده، فقلت اشطفهم هما والكوبايات. يعني مواعين بسيطة مش كتير. انا كنت غاسلة المواعين من بالليل، وزي ما انتوا شايفين ورا انا كنت حطها قلبها تتصفى عشان خاطر عينها، فقلت بقى اغسل دول واحطهم كده يتصفوا جنبيهم، وبعدين اعين دول ودول واروق الحوض معاه. عايزه اقول لكم بقى لما بيكون الحوض ده متروق ونضيف، بتبقى الدنيا معاكي زي الفل وتمام التمام، بتبقى كده نفسيتك مرتاحة، وبتبقي كده يعني حاسة براحة نفسية كده. انما لو الدنيا متكركبة معاكي والمطبخ مليان مواعين او الرخامة وسخة او كده، فبتلاقي بقى نفسيتك مش حلوة كده وقاعدة بقى. يعني انا امتى هعمل ده؟ طب بقى بتبقي بتطبخي وبتبقي شايل هم حاجة تانية. لا، فارتاحي بقى من اللي وراكي قبل الطبيخ. وبما اننا بنطبخ بدري، يعني عندنا حماتي وكده بيحبوا يتغدوا بدري، فبقوم بقى ممكن ادخل على المطبخ اول حاجة قبل ما اروق او اكنس او اي حاجة. يعني ممكن ادخل كده اغسل المواعين و... واعلق على الاكل، وبعد كده اطلع اروق في الشقة من بره بقى واكنس وكده. فمش كل يوم زي بعضه طبعا، كل يوم وليه رزقه وليه روتينه وليه ظروفه. ممكن ما نعملش حاجة خالص، ممكن يبقى يوم طويل ومليان شغل يعني. بس احنا الايام دي طبعا عشان قاعدين لوحدينا وحماية وسلايفي مسافرين وكده، فاحنا عيلة صغيرة يعني. انا وحماتي وجوزي بس والبنات. فاللهم صل على النبي بقى بتبقى آه اليوم خفيف شوية في الشغل. وبقى لو فضيت كده ولقيت الدنيا تمام اخر اليوم، بدخل بقى على شقتي اروق الحاجة اللي فيها. طبعا البنات ما بيسيبوش اي حاجة مكانها. ممكن انا مثلا اكون بعمل حاجة في شقة حماتي، الشقتين جنب بعض قصاد بعض يعني. ممكن اكون بعمل حاجة في شقة حماتي وادخل بقى لو مروقة حاجة الاقيهم مكركبينها، منزلين الركن على الارض، مبهدلين الهدوم، الالعاب مفضين البوكس بتاع الالعاب لا ويسيبوها بقى تعبيها. يعني حاجة الله المستعان. المهم بقى انا كده خلاص خلصت المواعين والحوض واتفضيت منه، ومسكت بقى المواعين رصيتها مكانها بعد ما اتصفت. وطبعا حماتي كانت في الوقت ده راحت تجيب سمك من محل السمك، قلت اغسله بالمرة كده واغسل الخياشيم بتاعته كويسة. يعني بصوا، الله المستعان من السمك يعني. السمك عندنا وصل الكيلو ب80 جنيه اللي احنا اصلا بنشويه. قوليلي بقى في الكومنتات عندكم وصل لكام، ولا الاسعار ايه عندكم؟ اسعار هنا يعني بقت حاجة خيالية، الله المستعان وربنا يسترها على الفقير او المحتاج او اللي مش عارف يجيب حاجة. لان هو على رأي المثل كانوا بيقولوا السمك ده لحمة الفقير، يعني هما بيعتبروا السمك ده اللحمة بتاعتهم. طب دلوقتي هيعملوا ايه مع اللحمة بتاعتهم؟ بقت في السما، ما عادش حد عارف اصلا يجيب حاجة يعني. احنا الله المستعان. المهم بقى غسلته كويس، وعايزه اوريلكم حاجه بقى، حبيت ان انا اصورها لكم واعرفها لكم. بص كده، لما بنروح نشتري السمك بقى، بتختاري السمكه كده اللي ناشفه وماسكه نفسها، وتلاقي الظهر بتاعها تخين كده، وزي ما انت شايفه بقى ما يبقاش ليها دماغ خالص. يعني بصوا، ده دماغها صغير ازاي. بتنقوا السمكه اللي دماغها صغير وظهرها عريض كده، ما تجيبيش السمكه اللي دماغها كبير، لان السمكه اللي دماغها كبير دي بتبقى ما فيهاش لحم كتير، وبتبقى ذكر. انما ديت انثى. يعني السمكة اللي هي ظهرها عريض وراسها صغنونة، هي دي اللي تجيبيها وناشفة ماسكة نفسها دي. انما لو السمكة كده دماغها كبير،
تلاقي دماغها كبير كده والسمكة رقيقة كده ومش مليانة، فما تجيبيهاش، ما بتبقاش حلوة خالص. المهم بقى خلصت وقلت بقى ايه، هاخد شطفة سريعة كده للبوتاجاز، لان البوتاجاز طبعا اهم حاجة لازم اعملها قبل الاكل، لان البوتاجاز ممكن مثلا اقلب الحلة واحط المعلقة على البوتاجاز، يكون البوتاجاز نضيف معايا، ما يبقاش عليه اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين بقى، انا اصلا ما بسيبوش يعني الزيوت تقف فوقه او يحتاج لسائل او كده، لا يعني كل يوم كده قبل ما تطبخي او بعد ما تطبخي، بس انا بفضل قبل الطبيخ عشان خاطر الموضوع اللي انا قلتلكوا عليه ده. لو المعلقه وقعت على البوتاجاز مثلا، يبقى البوتاجاز نضيف، لو كده ما اضطرش بقى ان انا اقعد اغير في معالق بقى واغسل. ف يعني حماتي على طول تقول لي البوتاجاز سيبيه بعد الطبيخ، ما هي كده كده إيه، لو في زيت هيطرطش عليه او في طبيخ ممكن يقع عليه او كده، فخلاص بقى ما اتعودت ان انا اعمله قبل الاكل عشان البوتاجاز يبقى نضيف معايا كده، وابقى بعمل الاكل وانا نفسيتي مرتاحة بصراحة. المهم هو ما خدش معايا دقيقتين بالظبط، هو دقيقتين يعني، بالسلكة كده مسحة بسيطة، وقماشة كده مبلولة مية او فوطة وبتمسحيه بيها، بيبقى معاكي بيلمع وزي الفل. وطبعا بقى بتحافظي على البوتاجاز عشان السائل والحاجات اللي هي بتاع المذيبة للدهون دي طبعا بتبوظ الصاج وكده، فلما تمسحيه كل يوم هتحسي ان انتي مرتاحة ومش هتشيلي همه خالص. جيت بقى اعمل الغدا، وطبعا يعني كنت قشرت البصل قبل ما افتح الكاميرا، وقلت بقى ان انا اعمل شوية رز كده ببصل صيادية، يعني بيبقى رز تحفة والله العظيم، يعني شوية رز ما شاء الله جمال جدا ومفرفرين كده وحلوين، وطعمهم جميل كده مع الشطة الحراقة، يعني بصوا قرن فلفل حامي بيخليهولك جميل جدا. وطبعا انا كمان عيالي بيحبوا الحراق، فيعني بصوا بيبقى جميل. والسمك برضه هوريهولكوا دلوقتي في الفرن البلدي او الفرن الحطب زي ما بتسموه، برضو كان مشوي جميل جدا، وعملت له خلطة تحفة جدا. هوريلكم كل حاجة دلوقتي، بس بقى ايه، بعمل الرز الاول عشان البصل بيحب يستوي شوية قبل ما احط الرز. يعني انا دلوقتي ولعت البوتاجاز وحطيت البصلة، اسيبها لحد ما يبقى لونها بني، يعني مش اصفر او ذهبي، لا يبقى لونها بني غامق عشان خاطر الرز معاكي يبقى لونه بني. ولو حابه ان انت تحطي شويه قرفه بودر بيخلوه تحفه جدا، وحسب ما انت عايزه بقى. انا حطيت يعني ما كترتش بصل بصراحه، لو عايزه لو كميه الرز معاكي كبيره شويه كتري بصل شويه، عشان خاطر البصل هو اللي بيدي طعم ولون للرز بصراحه. يعني بصوا تخلوا البصل بني مش اصفر. عايزه اقول لكم كمان ان البصل باين فاتح عن ما انا عاملاه، يعني هو كده في الكاميرا باين فاتح عشان الاضاءه تمام، لا هو كان اغمق من كده كمان، يعني اغمق من الصوره دي. وحطيت بقى الفلفل كده واديت لهم تشويحه مع بعض الاول قبل ما احط الطماطم، لان الطماطم بتنزل ميتها، واعتبري بقى كده ان مرحله التحمير خلاص انتهت على كده. فبتحطي الطماطم وتشوحي بقى شوية كده لحد ما الطماطم تحسها دبلت معاكي، وبعد كده بتحطي مية، وتسيبي بقى البصل يغلي كده حوالي 5 دقايق في المية، عشان خاطر البصل يبقى مستوي جامد وما يبانش في الرز، لان طبعا في ناس كتير مش بتحب ان هو يظهر في الاكل وكده، فلما بتعمليه بقى تغليه كده في شوية مية الاول ما بيبانش او بيظهر في الاكل خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على النبي واذكروا الله. طبعا بقى خلاص كانت المية غلت، ولقيتها ناقصة شوية، حطيت لها حوالي كوباية، يعني هي كانت بتغلي قبل ما احط الرز، حطيت لها كوباية كده وايه، وبظبط له العقدة بتاعته وبسيبه بقى بيبقى يعني هوريهولكوا في اخر الفيديو تحفة جدا. بزود بقى شطة وكمون وكزبرة معاه، الرز بتاع السمك بيحب الكمون والكزبرة الناشفة جدا، فتحاولي ان انتي تزودي وانتي بتحطي الملح. هنا بقى كنت رحت لحماتي عند الفرن، كانت هي بتشوي السمك، وقلت ايه يعني، عايزه اقول لكم اللقطه دي انا مصوراها قبل ما اعمل الرز، لان انا كنت حطيت البصله وحطيت عليها شويه ميه وسبتها تغلي، وبعدين رحت ابص على حماتي كده لقيتها ايه شويه السمك وبتطلعه من الفرن، فاخدت شويه رز كده في ايدي، قلت هقعد جنبها لان الفرن قدام البيت،
قلت اقعد قدامها كده عشان ايه، امشي ايدي فيه لو في اي حاجة انقيها وكده زي ما انتوا شايفين. وبقى يعني الاكلة دي انا بحبها جدا، يعني من اكلاتي المفضلة السمك المشوي والرز الصيادية ده. ولقيتها بقى ايه واخدة بطاطس كده تشويها. طبعا الحركة دي يعني اتنست من زمان، مش اي حد بيشوي بطاطس، بس احنا بنحبها دايما بنشوي بطاطس، بتبقى احسن من مقلية، وبناتي كمان بيحبوها. جبت الخلاط كده، وحطيت فيه شوية مية وقرن فلفل زي ما انتوا شايفين، وشوية كزبرة وملح وشطة وكمون، وكمان حطيت ليمونة، وبعدين حطيت شوية فلفل، هريسة فلفل احمر بس ما بانتش. طبعا بقى وحطيت توم كمان. لو انتوا اخدتوا بالكم التوم احنا فرمينه في الفريزر، فبطلع من الفريزر واحطه مش فريش. فحطيت شوية توم كده بيخلي السمك معاكي جميل جدا. وطبعا بقى ايه، المصفى دي كنت معطيها لحماتي تطلع فيها السمك، فشطفتها كده وقلت احطه فيها واحطها، عشان المية بتاعت الخلطة دي تتصفى. بص كده عشان السمك احنا رحنا نجيب لقيناه بالحجم ده، احنا متعودين ان احنا بنجيب الحجم الاكبر مش ده، فهو ده اللي كان موجود. وعايزه اقول لكم بنفس السعر برضو. فلما بيكون صغير كده بنعمل له خلطة وشرشة في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين. انما لو اكبر من كده بقى، حماتي بتبقى تاخد الفلفل والكمون والشطة والكزبرة والملح، وطبعا مع الليمون، يعني ايه بتاخد حلة وتحطي فيها كيس ابيض نضيف، وبعد كده تطلع من الفرن وتحطي في الكيس وترشه ملح والليمون. فمش بنعمله خلطة في المية لما بيبقى ايه اكبر من كده، انما هو عشان حجمه صغير وكده. جيت بقى عشان اوريكم الرز، بس انا مش عارفة ليه الكاميرا بتاعتي الاضاءة بتبقى عالية شوية. فالرز ده كان يعني هو لونه بني جميل جدا، والسمك برضو يعني تحفة. بص بقى بدوق معاكم عشان في ناس يعني ايه بتقولي انتي كل شوية طالعة تدوقي في الحاجة وتاكلي، الناس هيقولوا عليكي ايه. انا بصوا على طبيعتي خالص، ما بحبش اتصنع، ما بحبش يعني التقليد. احنا طبيعيين خالص، وبصور معاكم كل حاجة بالطبيعة. ما بحبش اتصنع خالص في التصوير، يعني اي حاجة بصورها لكم بتبقى دي الحقيقة. بحبكم جدا بقى، وما تنسوش اللايك. ومع السلامة، اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.